ليه ما جعبدناش ومسكنا في الماتش بايدينا واسناننا؟ عندي عتاب على لعيبه منتخب مصر في حاجه ملهاش علاقه بالفنيات وملهاش علاقه ان هم قدموا اداء عظيم وبطوله عظيمه وانجاز لم يحدث قبل كده، وملوش علاقه برضه بالظلم التحكيمي اللي تعرضنا له واللي العالم كله بيتكلم عنه. ده ما بيقللش منك كلاعب ان انت قدمت مباراه كبيره وان انت كنت راجل طول البطوله، لكن ليه العين الحمراء ما طلعتش من لعيبه منتخب مصر امبارح للعيبه الارجنتين؟ العين الحمراء بمعناها ان انت تضغطه نفسيا وتخرجه من الجيم، خصوصا ان انت كسبان، خصوصا ان انت كسبان في الشوط الاولاني 1-0 والامور مشيت معاك في الشوط الثاني وبقيت 2-0، وفي امور نفسيه غير الامور الفنيه، والمباريات اللي زي كده ما بتكسبهاش كوره بس، بتكسبها نفسيا داخل الملعب كمان. ازاي تنرفزها، ازاي تخرجها من الجيم. ولينا في احمد فتحي عبره، اللعيب اللي كان بيعدي منه مره كان بيبرق له تبريئه ان انت لو عديت تاني هكسرك، برساله واضحه من عينيه. خبراتنا في ان احنا نبقى غلسين كرويا ورخمين ومستفزين وباردين زي ما بيحصل معانا بالظبط. وشفنا امبارح، شفت هم بعد ما سجلوا فينا الهدف الثالث كانوا بيستفزونا ازاي. ليه ما توصلش للفريق اللي قدامك ان انت النهارده جاي تخسر وان انت مش هتخرج من الماتش كسبان؟ ليه ما حسستش الفريق اللي قدامك ان انت النهارده خسران من تحفيزك لنفسك وحماسك اثناء المباراه؟ كلامي ما بيقللش من ادائهم ولا بيقلل من رجولتهم ولا ادائهم العظيم ولا ليه علاقه بالظلم التحكيمي اللي احنا تعرضنا له. انا بكلمك في خبرات مفتقدينها اتعرضنا بسببها لهزايم كتيره من النوع ده.